طيب كمان كان في مشجع اهلاوي اسمه عبد الله عربي، تعرض لحادث سير يوم مباراة القمة وهو رايح الاستاد. يمكن طبعا المواقف اللي زي دي والاحداث للاسف اللي زي دي ما بنبقاش عارفين تفاصيلها، لكن الخبر ده يمكن احنا عرفناه او انا على المستوى الشخصي عرفته من خلال بوست كان كتبه الاستاذ محمد رشوان المحامي عبر صفحته في الفيسبوك، وكان فيه اهتمام كبير جدا من مجلس اداره النادي الاهلي على مدار اليومين اللي فاتوا من وقت اعلان هذا الخبر ان يكون فيه اهتمام وفيه رعايه بشان المشجع الاهلاوي عبد الله عربي. النهارده الكابتن محمود الخطيب يمكن فاجئ الكل، وكان موجود في احدى المستشفيات القريبه جدا في مصر الجديده، وزار المشجع عبد الله عربي اللي تعرض لحادث، وكان النهارده الزياره كمان مع اسرته بالكامل، وكان في استقبال مهم جدا من اداره المستشفى للكابتن محمود الخطيب، وحرص النادي الاهلي على هذا الموضوع. ودي عائله عبد الله ربنا يطمنكم عليه يا رب ان شاء الله ويقوم بالف سلامه. كان على مدار اليومين اللي فاتوا على فكره، وحتى الاداره التنفيذيه كان في وفد رسمي منها موجود في المستشفى لتذليل كافه العقبات وكافه الامور في الرعايه المركزه بالنسبه لعبد الله. ان شاء الله باذن الله نطمئن عليه يتعافى، وقريب جدا نطمنكم عليه يكون معانا صوت وصوره، تكون معانا لقطات ليه من المستشفى، ويكون في حاله يعني ان شاء الله باذن الله طبيه وصحيه على افضل وجه. وده يمكن والد عبد الله عربي، ان شاء الله باذن الله ربنا يطمنك عليه ويقوم معافى باذن الله. يمكن ده دور مجتمعي مهم جدا من اداره النادي الاهلي، كلهم ولادنا واشقائنا وحبايبنا، وان شاء الله باذن الله يقوم منها على خير ويكون سليم معافى. انا فاكر برضو كان من سنتين كان في حادث كده عند استاد برج العرب، والنادي الاهلي برضو كان موجود مع اسره البنتين اللي توفي وقتها كان في استاد برج العرب. فالنادي الاهلي ما بينساش ابنائه، وموجود دايما في ظهر جماهيره في كافه الظروف وتحت اي ظروف.